انا قلت من سنتين اعمل حلقات للفانتسي، مفيش غير نصوحي ومش بتكلم عليها في اليوتيوب. ايه اللي دخلني بس في الحوارات دي كلها؟ ازيكم يا جماعه وحلقات الفانتسي. والناس كانت بتقول لي يا يوسف فين الفانتسي واعمل حلقات. اعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انا غلبان زيك يا ابني. انا اتبهدلت. انا اخر شهر ده كان كام جيم ويك ده. انا اتبهدلت. انا نزلت بقيت حاجه و80,000. اتبهدلت والله. طبعا بالنسبه لك حاجه احمد مستغرب. احمد في المليون ونص طبعا. انت بالنسبه لك ايه اللي انا بقوله ده؟ كنت بعد ما كنت في ال 10,000 وكده نزلت تحت خالص، وكل حاجه بعملها ما بتجيش. كل حاجه بعملها ما بتجيش. حظي سيء اللي هو حاجه. انا يئست والله العظيم. والله يئست بعد ما كان بتكلم في اول الموسم اخلص بقى في اول 5000 في اول 1000. يا دلوقتي انا لو خلصت في اول 50,000 يبقى رضا. لا احنا داخلين على فتره خلاص. ولعبت الوايلد كارد الاولاني ولعبت الوايلد كارد الثاني ولعبت الفري هيت. جيت بقى الفري هيت الاسبوع ده، الاسبوع ال 31، قلت لا ما كنتش هعمل فري هيت وعملت تغييرات وبتاع. قلت لا العب الفري هيت. فالفري هيت دي بتلغي التغييرات اللي انت عملتها. عملت ايه بقى؟ يوم ما اجيب فريزر وويلسون كينج اللي يحط جونين وويلسون يشالوا كون على الخط، يوم ما اروح اجيب من ويست هام ارناتوفيتش ولانزيني وفابيانسكي وبيلعبوا هدرسفيلد دول يقلبوا ايه؟ برشلونه 2009. عايز اقول لك بقى 3-1 وفابيانسكي راح منه النقط كلها. وايه بعد ما اسمه ايه بليجرين يخرج ارناتوفيتش ويخرج لانزيني، ويست هام يعملوا كومباك ويحطوا 3 اجوان ويكسبوا 4-3 والنقط كلها تروح لتشاريتو ونصري. اندرسون يعمل اسيست وكده. ما خدش غير اسيست لانزيني. طيب انا راجل عملت الفري هيت، كنت جايب صلاح وماني وروبرتسون. قال لك ده ماني ما حضرش التمرين قبل الماتش بيوم. قلت يبقى مصاب، وبعد ماتش البرن بعد الصفاره مسك رجله. طب خرج ماني ونزل مين؟ العب بارنولد وروبرتسون وصلاح وكابتن صلاح اكيد هتيجي معاه، والراجل ارقامه بيروح على الجول. ايه اللي يحصل؟ صلاح يضيع كور كده بقى وماني جول، وريكو يمسكه من قفاه كده تتحسب له اساس ضربه جزاء، وفولهام يحط جول ملوش اي لازمه ويروح الكلين شيت من ارنولد وروبرتسون. ده ايه؟ ده اللعيبه لو بتعرف احنا بنعمل ايه والله العظيم، لو بتعرف احنا الخطط اللي حطاها والله ما هتعمل كده. والله العظيم ما هتعمل كده. والله انا اتبهدلت. انا بقيت هنا. انا ده ايه ده كده اللي بيعرفوا مش عارف اقول ايه. بتلاقوني يا جماعه كتير قوي بعمل منشن لواحد صاحبي اسمه محمد كورين. محمد كورين ده اللي كان جه لو تفتكروا في حلقه واحد مننا بتاع تشيلسي ولا بيشجع تشيلسي. يعني انت اقصى ماينس مثلا عملتها كانت كام في حياتك؟ في حياتي لا نيجاتيف 8 ما زودتش عنها. عملتها مره السنه دي وكانت بصراحه كانت ضربت معايا حلو فشخ، لانها كانت الجيم ويك اللي كان فيه هازارد كان جاب هاتريك. كنت جبت فيها هازارد وكابتنته، وكنت جبت تاني تقريبا كان ماديسون وكان جاب جون في بورنوث. طب تدينا نصيحه كده مين تجيبه ومين تسيبه الاسابيع الجايه؟ لا مش حكايه مين تجيبه ومين تسيبه. خايف اهو عشان لا والله لا انا شايف كورين صاحبي جدا وبتاع. وكورين من اول الموسم هو في العالي قوي، واقول ايه هيقع. لا ما بيقعش. من اول الموسم هو مش جايب صلاح وعنده ماني، مش جايب ستيرلينج وعنده سانيه، مش جايب اوباميانج وعنده لاكازيت، ومقضيها ايه بالورد كده خلاص. وايه كل شويه عمال يعلى واجيبه واقرب منه شويه وبعدين يعلى تاني. اقول ايه معلش لحد ما ركزت كده لقيت انه الفورمه بتاعت ماني دي هو جايب ماني من قبليها. سانيه لما ولع الدنيا هو جايب سانيه من قبليها. ستيرلينج لما ولع الدنيا جايبه من قبليها، ولما باعه ورجع جابه تاني لما يحط الهاتريك. ويعني هو كل حاجه بتحصل هو عارف هو جاي من المستقبل. لو تقولوا لي هو انا جاي من المستقبل، هو بقى اللي جاي من المستقبل عارف كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي ما جابهاش، الحاجه الوحيده الموسم كله، الهاتريك بتاع اجويرو في تشيلسي والهاتريك بتاع اجويرو في ارسنال. غير كده كل حاجه بتحصل هو عارف اللي هيحصل. الاسبوع ده في الفري هيت تفتكروا عامل ايه؟ مين عنده من بورموث؟ كينج. مين عنده من ليفربول؟ ماني ومكابتنه. ده انت غلبت زيدان يا ابني. ده انت شيخ يا ابني. ده الشيخ محمد كورين. جايب يا جماعه كام بقى في الاسبوع الفري هيت ده اللي انا جايب الافريج فيه 26 نقطه، جايب 25، جايب 68 نقطه. هو الكام على مصر؟ ال 22 على مصر وال 904 على العالم. يا ابني حرام عليك يا ابني، حرام عليك. ده انا بلعب فانتسي من قبلك يا ابني. حرام عليك. حسسني طيب ان انا كبير في السن. طيب لا ده انا قلت له ابعت لي الناس تقول لي ايه ده وايه، يقول لي انا على قدي على قدك. الراجل بعت لي فيديو قلت له يا كورين واجه الجمهور قول لهم يا بابا سر الخلطه دي ايه بقى. يا جماعه السلام عليكم. لو انتوا عاملين فولو على تويتر لكي فنيين هتلاقوا يوسف كل اسبوع تقريبا بيعمل منشن لواحد ان هو مشعوذ ودجال وسحر وشعوذه
وجاي من المستقبل وبيعرف اللعيبه هتعمل ايه من قبل ما هو يجيبها وكلام ملوش اي لازمه كده. عموما انا الشخص ده يعني انا محمد كورين صاحب يوسف من زمان، وبلعب فانتزي بقالي تقريبا 6 أو 7 دي 6 أو 7 سنه. بصراحه عشان برضو ما اكونش بحور، هي السنه دي احسن سنه ليا في الفانتزي، يعني الواحد قراراته تقريبا كلها مشيت صح باستثناء جيم ويك او 2. يعني جبت لعيب ما جابش في الاول جيم ويك، تستنى عليه شويه. يعني المفروض تمشي ورا احساسك في اللعبه دي، بس اللي انت بتعمله ده يا يوسف، مين تجيبه ومين تسيبه وتسوح الناس، ومره تصيب ومره تخيب. انا مش صراحه يعني بصراحه مش عاجبني الموضوع ده خالص. فان شاء الله انا هبقى معاكم قريب، ونشوف بقى مين احسن في الفانتزي، يا يوسف وعثمان. انا كده احسن، ده في الموضوع الصراحه انت ما تقدرش تنكره. السنه دي انا سابقك بقى ب 200 نقطه مثلا السنه دي، بس ان شاء الله ابقى معاكم قريب ونشوف الموضوع ده وصف النهايه كده يا يوسف. الموضوع ابسط من كده بكتير، وقرب من ربنا هو هيديك بوينتس ان شاء الله. الدوري بتاعنا يا جماعه، الدوري بتاعنا اول الدوري هو حسام تشيلساوي، راجل تشيلساوي برضه، ما هو كل اللي بيشجعوا تشيلسي زي كورين كده كويسين في الفانتسي. حسام تشيلساوي الراجل ده هو الثاني على العالم، ده انجاز بصراحه، جايب 2065 نقطه، بس هو التركه انه لعب كل الشيبس اللي معاه ما عدا البنش بوست، فده هتاثر عليه طبعا في اللي جاي. ناس كتير برضو سالتني ايه الدوري اللي بيني وبين جهاد. الحمد لله انا لسه متقدم، لان انا وانا عامل موسم سيء، فجهاد عامل موسم اسوأ مني، فمسطوره يعني. طيب ناس كتير بعتت لي الدبل جيم ويك 32 الجايه دي في كذا فرقه هتلعب اكتر من ماتشين، وده فعلا، بس هم لسه هيعلنوا الماتشات دي وفرق ايه، فممكن يكونوا اعلنوها قبل ما الحلقه دي تنزل، بس انا تمام مأمنكم الفرق دي هي اكيد هيبقى مانشستر وليفرهامبتون منهم، بيلعبوا ماتشين، دول بيلعبوا ماتشين، ممكن يكون معاهم كمان السيتي، ممكن يكون معاهم توتنهام، ممكن يكون معاهم كمان كريستال بالاس، ممكن ساوثهامبتون، لسه الفرق دي لسه ممكن يكون كاردف. كل الحاجات دي مش اكيد، لكن الاكيد يونايتد وليفرهامبتون، وبنسبه كبيره كمان توتنهام وسيتي، الباقي لسه. عشان كده لو ما لعبتش الفري هيت او لو لسه معاك الوايلد كارد، ممكن تعمل وايلد كارد قبل الجوله دي وتجيب الناس دي. طيب نجيب مين بالظبط؟ الاسبوع الجاي انا هجيب كورين، هيجي بقى هو يتكلم وشيء، عشان ده عارف كل حاجه، ده عارف كل حاجه، انا غلبان على قدي، ده عارف كل حاجه، يجي يقول لي ويقول لكم نجيب مين. وانا عملت الصراحه التغيير الاسبوع ده، بعت صلاح خلاص بقى، جبت لعيب، مش هقول مين عشان ما حدش يقول انت نحاسته، جبت اللعيب ده، لو ما عملتش حاجه الاسبوع الجاي، اللي مش هيعمل حاجه الاسبوع الجاي اعرفوا ان انا جبته، هو لعيب متالق. لا مش هقول، عندي اجوره من قبل كده، مش هقول مين. ماشي يا جماعه، ده اللي حصل في حلقه الفانتسي الاسبوع ده، استنونا الاسبوع الجاي مع محمد، ونشوفكم الحلقه الجايه. احنا موجودين على تويتر وانستجرام ويوتيوب وفيسبوك على كيف فنين. انا زهقت من اللعبه دي والله، والله زهقت. سلام عليكم.